خاتم النبيين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن أدخل في الموضوع لابد أن أحيي عاليا كل الحاضرين والحاضرات في هذا اللقاء، فتحية عالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لمنتدى التعليم على تنظيمه لهذا اللقاء، لأن عادة ما تكون اللقاءات هي لقاءات خبزية نقابية، ولا تكون بهذا المستوى الفكري المؤطر للعمل النقابي. وفي الحقيقة هذا الأمر هو روح العمل النقابي، فتحية لهم على اختيار هذه المواضيع اللي هي أساسية في العمل النقابي. وأشكر كذلك الحضور والأخ المحاضر معي. وأنا لن أتكلم عن العمل النقابي بصفة عامة، فلا أتكلم عن هذا الأمر. سأتكلم عن الرؤية النضالية والنقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمهني. وللتصحيح في العنوان، فالجامعة الوطنية للموظفين في التعليم إنما هي جامعة نقابية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبالتالي فالرؤية النقابية هي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للموظفين في التعليم، بحكم أنها تحت لواء هذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. من طبيعة الحال تتحرك في إطار هذه الرؤية النضالية والنقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هناك مرحلتين أساسيتين قطعهم الاتحاد. فكانت المرحلة الأولى هي قبل التحاق الحركة الإسلامية بالاتحاد، والمرحلة الثانية من طبيعة الحال هي مرحلة التجديد أو البعث الجديد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال التحاق الحركة الإسلامية بهذه المنظمة النقابية. ولكن في المرحلتين عندما سنقوم بصرف هذا التاريخ ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لن نجد اختلافا كبيرا، على اعتبار أن عندما تأسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سنة 1973 في الساحة النقابية آنذاك من طرف الدكتور عبد الكريم الخطيب وبعض رفاقه اللي هما من بينهم المهدي بن عبود ومجموعة ديال الرفاق ديالو آنذاك، كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأسس برؤية نقابية تعتمد المبادئ الإسلامية، بل وتعتبر أن التأسيس ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب آنذاك هو ردا على النهج الماركسي الذي كان يعم أغلب التنظيمات النقابية. وبالتالي فمنذ التأسيس ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأسس بهذه الرؤية، بحيث أن كلمة الدكتور الخطيب آنذاك عند التأسيس قال: ولما رأينا أن فكر النقابات يطبعه النهج الماركسي وتابع لأفكار وسلوكيات النقابة الفرنسية آنذاك السيجيتي، يعني اللي تم الاستيراد ديال الأفكار ديالها على مستوى العمل النقابي آنذاك، فكرنا كمسلمين أن نكون منظمة نقابية إسلامية نابعة من تقاليدنا العريقة ومن مبادئنا الإسلامية. وحتى الشعار الذي وضعه آنذاك وضع شعار مقابل الشعار اللي كان معروف في النقابات الماركسية: يا عمال العالم اتحدوا، ووضع شعارا آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
إذا منذ التأسيس ومنذ النشأة كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة ذات مرجعية إسلامية، و يمكن أن نقول أن في هذا الوقت كان الدكتور الخطيب رحمه الله كقائد، ربما قائد إسلامي ولكن بدون حركة إسلامية. من طبيعة الحال جاءت المرحلة ديال التحاق الحركة الإسلامية بهذه النقابة وبعثها من جديد وتعزيز صفوفها بأطر إسلامية مؤطرة من الحركة الإسلامية. ولكن قبل كانت الشعارات ديال الاتحاد كما قلت دائما إسلامية، ووضع مجموعة ديال الشعارات المقابلة للنهج الماركسي، مثلا المشاركة والحوار بدل المواجهة والصراع اللي كان يعتمد مثلا النقابات الأخرى آنذاك. الصراع الطبقي اللي كان معروف هو الأساس ديال العمل النقابي. الحرية والشورى في المنظمة عوض الزعامة النقابية التي كانت سائلة آنذاك. وبالتالي فقبل التحاق هذه الحركة الإسلامية وقبل التحاق الصحوة الإسلامية بالمنظمة النقابية كان الفكر المؤطر للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو المرجعية الإسلامية. ولكن بعد التحاق الحركة الإسلامية بطبيعة الحال تعززت صفوفه بهذه الحركة وبهذه